بيبدأ الفيلم في محكمة في الفضاء في مؤسسة حماية المجرة، وبنشوف إن المجلس بيتهم الدكتور جامبا بإجراء تجارب جينية غير شرعية، لكن جامبا بيقول لهم إن كل التجارب بتاعته شرعية ومدروسة كويس. وساعتها المجلس بيوري له الكائن اللي هو صنعه من التجارب بتاعته، فبيقول لهم جامبا إن الكائن ده هيكون بداية سلالة جديدة هتغير الكون، وهو سماه العينة 606، وبيعرفهم قدراته وإنه ضد الرصاص والنار، وبيشوف كمان في الضلمة، وبيقدر يحرك أشياء قده 3000 مرة، وبيفضل يضحك وبيقول انه يقدر يدمر كل شيء يلمسه. وساعتها كبيرة المجلس بتأمر السيد جانتو انه يقبض على الدكتور جامبا ويدخله السجن ويتخلص من الكائن ده وينفيه. وفعلا الحراس بتاخد 606 وبتاخد عينة من الجينات بتاعته، وبيدخل جانتو وبيقول له انهم هينفوه على نجم خامد، والجهاز اخد العينة من الجينات بتاعته علشان يكون متبرمج انه يضرب فيه هو وبس وما يقدرش يهرب ابدا. لكن بعد كده بيمشي جانتو و606 بيخرج مادة من بقه وبيرميها على واحد من الحراس، والمادة دي بيكون فيها الجينات بتاعته. وساعتها السلاح بيتوجه ناحية الحارس وبيفضل يضرب لحد ما بيدمر السفينة كلها، و606 بيقدر يفك نفسه وبيجري، والحراس كلها بتفضل تطارده وبيجروا وراه، لكنه بيقدر يسرق سفينة فضائية وبيهرب بيها. وكبيرة المجلس بتسأل في غرفة التحكم وبتقول لهم انها عايزة تعرف هو رايح فين بالظبط، والحراس بيفضلوا مراقبين مسار المركبة بتاعته لحد ما بيوصل بيها على كوكب الأرض وبينزل على جزيرة في المحيط. وساعتها بتقول لهم انها عايزة خبير في الكوكب ده بسرعة بدل ما تضطر انها تدمر الكوكب كله علشان تخلص عليه. لكن بيجي واحد اسمه العميل بوكلا وبيقول لها ان الارض دي تعتبر محمية طبيعية وعليها كائنات مهمة علشان التوازن في الكون زي الناموس اللي على وشك الانقراض، وبيفضلوا يفكروا في حلول كتير علشان يرجعوا بيها 606 لحد ما بيقرروا انهم يروحوا لجامبا نفسه ويعرضوا عليه ان هو يساعدهم ويرجع 606، وفي المقابل هياخد عفو تام من الجرائم بتاعته. وجامبا طبعا بيوافق، وكبيرة المجلس بتقرر تبعت معاه بوكلا علشان يراقبه. بعد كده بنروح على جزيرة هاواي وبنشوف بنت اسمها ليلو وهي خارجة من المية وبتجري على الجزيرة علشان تلحق درس الرقص بتاعها، وفعلا بتوصل وبتبدأ ترقص مع صاحبتها، بس المشكلة انها بتكون مبلولة بسبب انها لسه طالعة من المية، وساعتها بتوقع مية مكانها وده بيخلي زمايلها يتزحلقوا، ولما بيقعوا واحدة منهم بتتريق على ليلو وليلو بتضربها وبتعضها، فبيمسكها المدرس بتاع الرقص وبيقول لها احنا لازم نكلم اختك ناني علشان اللي عملتيه ده غلط. وليلو بتفضل تتحايل عليه انه يسيبها في الدرس بتاع الرقص علشان هي اتدربت كتير وعايزة تبقى معاهم، لكنه ما بيرضاش. وساعتها بتفضل قاعدة زعلانة وبتستنى اصحابها بره الدرس وبتحاول انها تصالحهم، لكنهم بيفضلوا يتريقوا عليها وبيقولوا عليها مسعورة. وليلو بتشوف في ايديهم العرايس فبتطلع العروسة بتاعتها علشان تلعب معاهم، لكن العروسة بتاعتها بيكون شكلها مخيف فبيسيبها اصحابها كلهم وبيجروا. وفي الوقت ده بنشوف ناني وهي رايحة تجيب ليلو من الدرس، لكنها بتكون اتأخرت عليها وبتكون ناني متوترة وخايفة على ليلو وبتطلع تجري على البيت علشان تلحقها. وفعلا لما بتوصل البيت بتلاقي ليلو هناك، لكن ليلو بتكون قافلة الباب عليها من جوه ومش عايزة تفتح لناني، وبتفضل ناني تقول لها ان مفيش وقت علشان المشرف الاجتماعي زمانه جاي دلوقتي. وفعلا المشرف بيوصل وبيكون جاي علشان يقيم العيشة بتاعت ليلو ويشوف ناني قادرة تحافظ عليها ولا لا، لكنه لما بيدخل بيلاقي ان كل حاجة مش مظبوطة، زي ان ناني سايبة الاكل على النار والدنيا متبهدلة. ولما بيسأل ليلو بتقول له ان اختها على طول بتزعق لها، فبيقول لناني ان قدامها 3 ايام بس وهيعمل لهم زيارة تانية، ولو لقى الوضع زي ما هو هيضطر انه ياخد ليلو منها. وبعد ما بيمشوا بتفضل ليلو وناني يتخانقوا مع بعض وكل واحدة فيهم بتقفل على نفسها وبتكون متضايقة، لكن بعد شوية بتروح ناني تصالح ليلو وبتقول لها ما تزعلش منها، وبتعرفها انها خايفة ان المشرف ياخدها منها ويبعدهم عن بعض. لكن وهما بيتكلموا بيشوفوا المركبة الفضائية اللي فيها 606 وهي نازلة على الجزيرة، وليلو بتكون فاكرة ان دي تبقى نجمة نزلت من السماء، وبتقول لناني تخرج بره علشان تتمنى أمنية. ولما بتخرج ناني بتسمع ليلو وهي بتتمنى ان حد يبقى صاحبها ويبقى معاها على طول وما يسيبهاش ويمشي، وناني بتتأثر وبتقرر تاني يوم انها تاخد اختها علشان تجيب لها حيوان أليف. وفي الوقت ده بنشوف 606 بعد ما خرج من المركبة الفضائية وماشي في الشارع، لكن المشكلة ان بتيجي عربية وبتخبطه وبينزل الشباب اللي كانوا سايقينها، ولما بيلاقوه مغمى عليه بيقرروا انهم ياخدوه لأي محل بتاع حيوانات أليفة علشان يحافظوا عليه. وفعلا تاني يوم الصبح بيقوم 606 وبيلاقي نفسه في قفص كلاب، وبيكونوا خايفين منه جدا وخايفين من الحركات اللي عمال يعملها. وفي الوقت ده بيكونوا ليلو وناني واقفين في نفس المحل وبيدوروا على حيوان أليف يشتروه، لكن 606 بيقرر انه يهرب من المحل ده ويخرج الشارع، وبيتفاجئ بجامبا وهو بيضرب عليه نار فبيخاف منه وبيرجع المحل تاني. وبتكون ليلو دخلت علشان تدور على كلب تشتريه، لكن كل الكلاب بتكون خايفة ومش موجودة في الاقفاص بتاعتها بسبب 606. و606 بيشوف صورة البنت شايلة كلب فبيقرر انه يغير شكله وبيتحول لكلب وبيجري يحضن ليلو، وليلو بتحبه وبتخرج تقول لناني انها هتشتريه وبتسميه ستيتش، وبتفضل تقول لصاحبة المحل انها سمعته بيتكلم جوه، لكن صاحبة المحل بتفضل تقول
بيقول لها ان ده في الافلام وبس، لكن مفيش كلاب بتتكلم في الحقيقه. بس ليلو بتكون مصممه انه بيتكلم. بعدها بيدفعوا حقه وبياخدوا الشهاده بتاعته وبيمشوا، وناني بتقول لليلو انها لازم تمشي دلوقتي علشان الشغل. فبيمشوا ليلو وستيتش لوحدهم، وفي الطريق بيقابلوا صحاب ليلو وبتحاول انها تعتذر لهم، لكنهم بيتريقوا عليها مره تانية وبيرفضوا اعتذارها، وبيتريقوا كمان على الكلب بتاعها. فبيتدخل ستيتش وبياخد العجله من واحده منهم وبيركب وراها ليلو وبيجري بيها، وبيكون جامبو بيراقبهم. بعد كده بنشوف ان ليلو وستيتش قاعدين في المطعم اللي بتشتغل فيه ناني على البحر، وبيكون فيه شخص اسمه ديفيد بيشتغل مع ناني في المطعم وبيعمل استعراض بالنار، وبيحاول يتكلم مع ناني لكنها بتقول له انها مش هينفع تسيب اختها لوحدها. وفي الوقت ده بيشوف ستيتش اكل على الارض وما بيقدرش يمسك نفسه وبيروح ياكله، لكنه في الحقيقه بيكون فخ، وبيكون جامبو هو اللي رميه وبيمسكه، لكن ستيتش بيهاجمه وبيهاجم بوكلا، وناني بتتدخل علشان تخلي ستيتش يسيبهم. لكن المشكله ان بيجي صاحب المحل، ولما بيشوف اللي حصل ده بيقول لناني ان الكلب بتاعها هي واختها بوظ له المطعم وبيرفد ناني من الشغل. وليلو بتفضل تعتذر لناني ان اللي حصل ده كان بسببها، لكن ناني بتقول لها انا كده كده كنت عايزه امشي من الشغل، وبتعرفها ان ملهاش ذنب في اي حاجه. بعدها بيدخلوا البيت وبيكون ستيتش عمال يجري ويكسر في الشقه ويقطع في المخدات، وناني بتشك انه مش كلب اصلا، وبتقول لليلو احنا المفروض نرجعه المحل تاني، لكن ليلو بترفض وبتقول لها احنا عيلته الوحيده، وبتفكرها بالكلمه اللي باباها دايما كان بيقولها وهي اوهانا، واللي معناها العيله، والعيله محدش فيها بيتخلى عن التاني ومحدش بيتنسي فيها، علشان كده بتطلب منها تخليه. وناني فعلا بتسيبه وبتقول لهم انها هتدخل تنام. بعدها بيروح ستيتش مع ليلو على اوضتها وبيفضل يقطع في الرسومات بتاعتها، وفي الوقت ده بيكون جامبو عمال بيسال نفسه يا ترى 606 بيعمل ايه دلوقتي، وهو اصلا متصمم انه يكون مدمر وبيخرب كل حاجه قدامه، وبيقول اكيد حاسس بفراغ كبير انه مش عارف يدمر حاجه كبيره يعني. ومن الناحيه التانيه بيكون ستيتش قاعد يكسر في الاوضه والكتب بتاعت ليلو لحد ما بيوصل لكتاب عليه رسمه بطه، فبيروح يسال ليلو عليها، وهي بتقول له ان ده بط صغير ملوش عيله، علشان كده هو زعلان ووحيد، وبيكون باين على ستيتش انه اتاثر واخده معاه علشان يبص عليها لحد ما نام. وتاني يوم الصبح بنشوف المشرف الاجتماعي سيد كوبرا وهو جاي يزور ناني، وبيقول لها انه عارف انها سابت الشغل بتاعها علشان كده جاي يعرفها انها لازم تلاقي شغل علشان تعرف تعيش مع ليلو. لكن المشكله ان ستيتش بيكون عمال يضرب فيه ويعمل تصرفات غريبه، فبيقول لهم انه عايز يشوف الكلب ده المره الجايه وهو بيتصرف بشكل طبيعي زي اي كلب تاني. وفعلا بتنزل ناني علشان تدور على شغل، وليلو وستيتش بيساعدوها في كل الاماكن اللي بيروحوها بانهم يغنوا ويرقصوا، لكن المشكله انهم بيبوظوا الدنيا، واخرها الشغلانه اللي كانت مقدمه فيها ناني انها تبقى منقذه على البحر. وستيتش ساعتها فضل يغني لحد ما الناس بدات تصور فيه، ووقتها فضل ياكل كل الكاميرات وتخلص منها. وبيظهر ديفيد وبيقترح عليهم انهم ينزلوا معاه الميه علشان يغيروا جو ويفكوا عن نفسهم، وفعلا بيعملوا كده وبينزلوا الميه وبيفضلوا يلعبوا وبيكونوا مبسوطين. لكن بنشوف جامبو وبوكلا وهما بيراقبوا 606، وبيكون جامبو مستغرب ازاي 606 بيقرب من الميه وهو الجزيئات بتاعته ما تستحملش الميه اصلا، وبيفضل يقول ان كده في حاجه غلط، لكنه بيقرر ينفذ خطته في الوقت اللي هما فيه في الميه. وبينزل جامبو للميه وبيقدر انه يخطف ستيتش من على لوح التزلج، لكن ستيتش بيخرج وبيمسك في ليلو، وساعتها بيشدوا جامبو مره تانية، لكن ستيتش بيكون ماسك في ليلو وجامبو بيشدهم هما الاثنين، بس ليلو بتقدر انها تفلت منه وبتخرج بره الميه وبتفضل تدور على ستيتش، فبينزل ديفيد ينقذه في اخر لحظه قبل ما يموت. لكن المشكله انهم لما بيخرجوا على الميه بيلاقوا المشرف الاجتماعي كوبرا مستنيهم، وبيتهم ناني انها بتعرض حياه ليلو للخطر، وبيقول لها انا عارف انك بتحبي اختك جدا، لكن لازم تفكري في مصلحتها حتى لو ده معناه انك تبعدي عنها علشان تعيش حياه احسن. بعدها بيرجعوا على البيت وبتكون ناني زعلانه جدا ومتاثره، وليلو بتفضل تقول لها انها اكيد هتلاقي شغل قريب، وبتطلب منها ما تزعلش، وناني بتحضنها وبتفضل تغني لها. وساعتها ستيتش بيفضل باصص عليهم وهو متاثر، ولما بيطلع مع ليلو الاوضه بيشوف الصوره اللي هي حطاها تحت المخده، وهي صوره عيله ليلو كلها، وبتساله هو انت باباك ومامتك فين، وبتعرفه ان هي كمان وحيده زيه وحاسه بيه، وبتقوله انهم ممكن يبقوا عيله بعض هما الاثنين. وساعتها ستيتش بياخد الكتاب اللي فيه القصص بتاعه ليلو وبينزل يقعد لوحده في الغابه، وبيفضل يقرا فيها طول الليل وهو متاثر وبيفكر في كلامها عن العيله. ومن الناحيه الثانيه بنشوف بوكلا وجامبا وهما لسه خارجين من الميه، وكبيره المجلس بتتصل بيهم، ولما بتعرف انهم لسه ما خلصوش المهمه بتاعتهم بتقول لهم انهم فشله ويعتبروا نفسهم مرفوضين. وساعتها جامبا بيفرح وبيقول انه كده هيمسكوا بطريقته، وبتكون كبيره المجلس بتبلغ الكابتن جانتو انه يستعد علشان يروح ينفذ المهمه ويمسك 606. بعدها بنشوف جامبا لما بيروح علشان يمسك 606 وبيقول له ما يخافش منه لانه خلاص ما بقاش عايز يقبض عليه، هو بس عايزه علشان يمشوا مع بعض. وستيتش بيتكلم بطريقه مكسره وبيقول له انه مستني عيلته، فبيقول له جامبا انه ملوش
عيله وان هو اللي صنعه، لكن 606 بيهرب. وفي الوقت ده بتكون ناني بتستعد علشان تودع ليلو، لكن الباب بيخبط وبيجي ديفيد وبيقول لها انه جاب لها شغل في محل قريب في السوق ولازم يتحركوا بسرعه علشان تلحق تستلم الشغل ده في اسرع وقت. وعلى طول بتجري ناني وبتطلب من ليلو تخلي بالها من نفسها وما تفتحش لحد. وفي الوقت ده بيجي ستيتش وبيجري علشان يستخبى في ليلو، وبيدخل عليهم جامبا وبيكون عايز يضرب ستيتش ويمسكه، لكن ليلو وستيتش بيفضلوا يجروا ويهربوا، وجامبا بيفضل يطاردهم وبيحاول انه يضرب ليلو وبيكسر الباب وهو بيحاول انه يعمل كده. وبيكون بوكلا واقف وشايف اللي بيحصل ده وبيجري بسرعه علشان يساعد ليلو وستيتش لانه مش عايز دمار. لكن في الوقت ده بتكون ليلو بتتصل على كوبرا وبتعرفه ان في ناس غريبه عندهم في البيت وبيهاجموهم، وبيفضل الهجوم مستمر لحد ما البيت كله بينفجر. ومن الناحيه التانيه بتكون ناني بتحاول تقنع صاحب الشغل انها كويسه وهتكون مفيده ليه، لكن بتشوف عربيه مطافي معديه من قدامها وماشيه في اتجاه البيت بتاعهم، وساعتها بتجري بسرعه لانها بتقلق على ليلو. لكن لما بتوصل بيكون كوبرا وصل وبياخد معاه ليلو في العربيه علشان يمشوا، وناني بتفضل تتحايل عليه يسيبها لكنه بيقول لها انا اسف ولازم اخدها وامشي. وفي الوقت ده بتكون ليلو شافت الشكل الحقيقي لستيتش بعد ما رجع لطبيعته، وساعتها بيظهر جانتو وبيحبسهم هما الاثنين في وعاء ازاز وبياخدهم في المركبه الفضائيه بتاعته وبيطير بيها، لكن ستيتش بيقدر ينط من الوعاء وبيهرب. وبكده بيكون جانتو طار بليلو بس. وناني بتشوف الشكل الحقيقي لستيتش وبتخاف منه وبتضربه، لكن جامبا بيضرب عليه نار وبيمسكه، وساعتها بتروح ناني تتحايل عليهم انهم يرجعوا لها اختها، لكن جامبا بيقول لها انهم مش هيقدروا لان ده ضد قوانين المجره. لكن ناني بتفضل تعيط، فبيقول لها ستيتش اوهايو واللي معناها العيله، وبيقول لها انه مش هيسيب ليلو. وساعتها بيقرر بوكلا وجامبا انهم يساعدوهم، وبيركبوا كلهم مركبه فضائيه تانية وبيطيروا جنب المركبه اللي فيها جانتو، واللي بيتصدم لما بيشوف ستيتش في المركبه اللي طايره جنبه، وده لانه مسكه بنفسه من شويه وكان فاكر ان هو كل ده معاه. واول ما بيقربوا من مركبه جانتو بيفتح جامبا الازاز وبيخلي ستيتش ينط، لكن جانتو بيخلي الاسلحه اللي في المركبه بتاعته تضربه وبتوقعه على الارض تاني. بعد كده بيخلي الكمبيوتر يحدد مكان ستيتش بالظبط، وبيكون ستيتش قدر يسرق عربيه وبيجري بيها لحد ما بيوصل لبركان، وجانتو بيقدر يحدد مكانه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيضرب العربيه نفسها وبتعمل انفجار كبير بيطير ستيتش. وستيتش لما بيطير بيواجه نفسه ناحيه المركبه بتاعت جانتو وبيقدر يضربه وبيطيره بره المركبه، وبيروح ينقذ ليلو وبيقول لها انهم عيله، والعيله محدش فيهم بيتخلى عن التاني، وبينزلوا كلهم الميه وبيكون معاهم جانتو لحد ما بيوصلوا للشاطئ. وهناك بتكون كبيره المجلس وصلت بنفسها ومعاها الجنود بتوعها وبيكونوا عايزين يقبضوا على ستيتش، وبتفضل تقول لجانتو ان هو كمان مرفوض لانه فشل في المهمه بتاعته. وبتاخد ستيتش وبتكون عايزه تمشي، لكن ستيتش بيقول لها ان دي تبقى عيلتي وانا مش عايزه اسيبهم ابدا. وساعتها ليلو بتقول لها انها اشترت ستيتش من محل البيع الحيوانات وبتوريها الشهاده بتاعته. وكوبرا بيقول لها انتوا ناس بتحترم القانون ولازم تحترموا ان ليلو اشترت الكائن ده وان هو ملكها دلوقتي، ولو هي خدته منها يبقى تعتبر سرقه. وفعلا كبيره المجلس بتوافق وبتقول انها حكمت على ستيتش بالنفي مدى الحياه بس على كوكب الارض مع ليلو، وبتقول لهم ان العيله دي بسبب ستيتش بقت تحت حمايه منظمه حمايه المجرات. وبتمشي بعد كده وبنشوف ان ليلو وستيتش وناني وديفيد عايشين مع بعض مبسوطين وبيخرجوا وبيروحوا كل مكان مع بعض. وبكده بتكون خلصت حكايه النهارده.